السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير اسم من الأسماء وهو اسم سالم في المنام، وسوف أقوم بشرح وما معناه في الرؤيا وما معنى الاسم في اللغة العربية وصفات حامله. نبدأ برؤيا ومعنى اسم سالم للرجل، فرؤيته في منامه يدل على السلامة والأمان في حياته، وقد يشير إلى أنه سيتغلب على الصعوبات والتحديات. إذا رأى شخصا اسمه سالم قد يعني ذلك أنه سيتلقى بشخص يحمل هذا الاسم في الواقع وسيكون له تأثير إيجابي في حياته، وقد يدل أيضا على أن الأمر الذي يسعى فيه أو يسير إليه هو أمر فيه خيرا له. أما بالنسبة للمطلقة فإذا رأت اسم سالم يدل على فترة من السلام والاستقرار النفسي بعد فترة صعبة، وقد يشير إلى أنها ستتجاوز الماضي وتبدأ صفحة جديدة، وقد يعني أنها ستتلقى بشخص جديد يدخل حياتها ويكون له دور إيجابي في مستقبلها. أما إذا كانت حامل يدل على سلامة حملها وولادتها، ويشير إلى أنها سترزق بمولود سليم معافى. إذا رأت طفلا اسمه سالم قد يعني ذلك أنها سترزق بطفل يحمل صفات طيبة وسيكون له مستقبل جيد. أما بالنسبة للمتزوجة قد يدل اسم سالم على استقرار وسلام حياتها الزوجية، وقد يشير إلى تحسن العلاقات مع زوجها وأفراد أسرتها، وقد يعني ذلك أنها تشعر بالأمان والاستقرار إذا شاهدت زوجها اسمه سالم، وأن حياتها الزوجية تسير على ما يرام. أما العزباء إذا رأت اسم سالم يدل على قرب زواجها من شخص يحمل صفات طيبة، أو قد يشير إلى فترة من الاستقرار والسلام النفسي في حياتها. إذا رأت شخص اسمه سالم يعني ذلك أنها ستتلقى بشخص يحمل هذا الاسم في الواقع ويكون له تأثير إيجابي في حياتها. وبعد أن تعرفنا على معنى اسم سالم في المنام دعونا نعرف معنى الاسم في اللغة العربية وصفات حامله. اسم سالم هو اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو مشتق من السلامة، ويعني الناجي من كل مكروه والخالص من العيوب والسالم من الأمراض والآفات. صفات حامل اسم سالم: يتميز حامل اسم سالم بالسلامة من الأمراض، يتمتع بصحة جيدة وعافية، هو يتميز بالتفاؤل والأمل، شخص ينظر إلى الحياة بإيجابية ويتوقع الخير دائما. يتميز حامل اسم سالم بالقوة والشجاعة، فهو شخص قادر على مواجهة الصعاب والتحديات. يتميز بالذكاء والفطنة، فهو شخص يتمتع بقدرة عالية من الفهم والاستيعاب. أيضا هو طيب القلب وحنون ويحب مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم. يتميز حامل اسم سالم بالاجتماعية والمرح، شخص يحب الاختلاط بالناس وتكوين الصداقات. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.